هذا أكثر شي مزعلني هاي الفترة، وصرت أحس إنه هيبة وعظمة بطولات دوتا 2 قلت بعد ما صارت الجائزة غير مشوقة مثل الأول. يعني قبل كنا نحكي إذا بتربح وحدة ذا انترناشونال أنت أمنت مستقبلك أنت وأحفادك. هاي الأيام أبدا مو محمسة، وشوفوا من احتفال ليكويد مثلا نوتيل ربح بطولتين تي آي، وحدة أخذ منها 11 مليون ووحدة 15 مليون، وهو أكثر لاعب ربح في تاريخ الإي سبورت. لا والقائمة أغلبها من لاعبين دوتا، ويعني من هون لحد ما يموت ما عنده شيء يسويه لانه ربح بطولة في لعبة. انتوا متخيلين انه في 2021 الجائزة وصلت ل 40 مليون، الفريق اللي ربحها سبيريت اخذ 18 مليون، حتى في 2022 كانت على 18 مليون وربحها تندرا. بس من 2023 بدأ التدهور، الجائزة صارت 3 مليون، والمفاجأة انه ب 2024 الجائزة صارت 2 مليون و700 الف، اللي هو البطولة اللي صارت ب 2013 جائزتها اكثر. هذا اللي بالنسبة لي خلى البطولة تفقد هيبتها، لانه دائما كانت معروفة باكبر الجوائز. يعني بنحكي على 40 مليون جائزة لعبة واحدة، وجائزة كأس العالم كامل لكل الالعاب السنة هاي كان ب 60 مليون. فصراحة شيء غريب ويزعل. بس برأيكم ليه صار هذا التغيير؟